ها خياتي، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. خياتي وماهيتي سرتو وماهيتي، اليوم ركزوا معايا في الفيديو هذا مليح، شوفوني ترى اسكو جايبه روحي ولا لا. الطريقه راني جيت باش نوريه لكم على طريقتي، ان شاء الله تعجبكم. البركوكش اللي راح يليق في هذه الايامات نتاع البروده، الله الله عليها. شكون اللي لحقوا الثلج البنات؟ نحنا راهو لحقنا غير هذاك الدثر ديك تاع الثلج. شكون يعني المناطق اللي صاب فيها الثلج؟ اكتبوا لي في لي كومنتير البنات، وشوفوا لي ترى الطريقه تاع البركوكش نتاعي كيفاش انا راح نديرها. ثبتوا معايا مليح في خدمه يديا الصوابعيه، وانا راح نشرح لكم ان شاء الله كيف شويه كيف ما الطريقه اللي نعمل بها. انا اول حاجه البنات هنا راني نخدم غير بيد واحده، وزيكم حبيتوا تعلمتوا نخدم بيد واحده. حطيت الطرف تاع السميد الاولاني، درت عليه شويه ماء ودرت له بيديه بطرف اصبعي هكايا كي اللي نلوي فيه هكا باش يتكعبر معايا، ومن بعد نزيد له شويه السميد نشيحوا بهذاك السميد، وانا نحس هذوك الحبات المبلولين بالماء المره الاولى قاعدين يلموا في السميد، اكيد تحسيهم هكا بيديك. ونزيد كي نحسها تلمت بالسميد نزيد الماء ونديرهم بطرف صوابعي، ونزيد السميد ونبقى ندير بطرف صوابعي كيما راكم تلاحظوا معايا. يعني المهمه تاعي راهي ها بدت ديجا تتشكل ليا الكراكيب الصغار. هنا كي تبدي صوابعك تلملك هذاك السميد ديما حاولي تتخلصي وتنظفي يديك باش ما يعجنلكش في القصعه ولا في البسينه تاعك. انا هنا استعملت البسينه. السر الثاني اللي يخليك تخدمي كميه كبيره في مده صغيره هي البسينه. بسينه رطبه راح تعاونك تزلق الكعبه زلقين، شغل راح تعاونك وانتي قاعده تدوري وضايقه راح يطلع معاك البركوكش ليه. شوفوا معايا يعني هنا ما عنديش دقيقه راني بديت معاكم. شوفوا كيف يبدا راهو يبين ديجا بدا يتكعبر وبدا يبين بدات تبين خادمتي. نزيد الماء راكي ترشي باحساسك. شوفوا هاني نرش باحساسي غير هكا بشوي قسمه تتبل الحبات الكل. كي تتبل الحبات الكل نزيد لهم السميد قسمه يشيحوا كل ونحسهم لموا هذاك السميد الكل. نعاود نزيد الماء رشين خفيف برك. اول ما بديت هنا راني نسيت برك باش نقول لكم، راني كان شفتوني راني نعيط ليكم جهه السميد حطيته في جهتي اليمنى، وجهه الماء حطيته في جهه اليسرى هكا باش ما تتعجنش ليك يديك وما تتخلطش معاك الدنيا. ايدي اليسرى تبقى ديما نظيفه، راني نصبها غير الماء، ويدي اليمنى تبقى ديما يعني غير مع السميد والبركوكش كيما راكم تشوفوا فيها معايا. ما نخلطش اليد اللي نهز بها هي نفسها نرش بها الماء نفسها نهز بها السميد، لا هكاك يلصق لك كله في يدك وتولي لك الدنيا حاله وكارثه. شوفوا لي هنا راني بديت الكعبه تاعي بدات تبين، راني نحط رشه ماء معها السميد وندور هكا بديتي. شوفوا معايا راني نخدم بركوكش غير بيد واحده ويطلع معايا. صدقوني عملت كميه الله الله عليها، فورتها خبيتها في اللاغلاس يعني في الكونجيلاتور به وين ما هبت عليا. يعني مع البروده هذيا ندير يا بركوكش مفور يا بركوكش مطبوخ. انا اليوم راح نديرو معكم مطبوخ باذن الله. شوفوا الطريقه تاعي راهي سهله، لا لحم لا حتى شيء، وسورتو كي ديري منه كميه كبيره راح ينفعك في الشتاء هذا وفي البروده. ما يعمر كرشك غير البركوكش ان شاء الله ولا الكسكسي. بصحة والهنا ان شاء الله ليكم اللي كل جربيتو. انت اول ما تبدي جربي كميه صغيره وابدي خدمي غير بالكميه صغيره، ومن بعد تتعودي عليه وحدك مع الوقت. اول ما بديت ندير كميه صغيره يتقسم مسليني، شوفي روحي درت كارثه ومسليني وين بيت نشكي وين بيت بيرك عليا الحميد. ومن بعد كي مشت عليه هديه ما شاء الله درك تشوفوا الكميه اللي خدمتها ربي بيرك فايت وقيله 5 كيلو ولا اكثر. خدمت كميه ما شاء الله يعني منبع في ظرف ساعه ونص هكاك كملت الكميه تاعي كل. هاي ديجا على عينيكم، أنا ديجا يعني شوف الكمية اللي بديت نختفها على عينيكم. هاي ربي بارك طلعت معايا ليه. شوفوا لي البركوكش نتاعي يا حبوباتي. درك البركوكش كل وحده كيف ما تحبوا، كاينه اللي تحب تكبر الكعبه، كاينه اللي تحبها قد المحمصه، كاينه اللي تحبها اكثر شويه من المحمصه، كل وحده كيف تحبوا. انا كنت يعني ساعات نديرو هكاك كبير، مي راجلي حب الكعبه متوسطه معايا كيما درتها معكم اليوم. وليت نديرو على حساب واش يحب راجلي.
ويجي بنين يجي سخف البنات. درك انت ديريه على حساب واش تحبوا نتوما في العيله، ولا واش يحب راجلك، ولا واش تحب انتيا. المهم شوفوا لي هنا كيف ما هاني قعدت نواصل في نفس العمليه. كعبه البركوكش تاعي بدات تبان. كاين اللي يقولوا له بركوكش كيما قلت لكم في الفيديو تاعي السابق راني درته لكم مفور. درك نحط لكم الرابط نتاع البركوكش، الطريقه تاعو كيفاه تفوريه في صندوق الوصف باذن الله، كيفاه جاني وكيفاه طايب. شوفوا معايا هنا حبوباتي بدات تبان الكعبه. راني كل مره ندير رشه تاع ماء قسمه تتبل هذيك الكعبات كلها. كي نحسها ناقص هكا الماء شفتوا معايا نزيد شويه ماء قسمه نحس الكعبات نتاعي كلها تبلت، ونعاود نرش السميد قسمه نحس هذاك السميد تلم، يعني الكعبات كلها تلموا بالسميد. شوفوا معايا كيفاه راني نوزع فيه وندير هكا اللم، وشوفوا كيفاه يتلم، يعني يلصق السميد هكاك في الكركيب تاع البركوك. شوفوا معايا كي خاصتني شويه سميد، ما نخليش حبه البركوكش منديه وزيد ندها بالماء، لا كي نحسها شيحت بالسميد نعاود نزيد ندها بالماء ونواصل في العمليه بنفس الطريقه. شوفوا لي هنا يعني صرتوا اللي دخلت للفيديو من امهاتنا ولا يعني هذوك الكبارات اللي سبيسيال هكا في البركوك وشو الكسكسي وعندهم هكا فيه خبرة، قولوا لي رايكم، قولوا لي معلوماتكم، شاركوني يعني المعلومات. هنا شوفوا عندي المنفضة ذي جاية شوية خشينة، نورمالمون هي تكون أقل من هذه شوية. مي معليش كل واحد يعني يخدم بالشيء اللي عنده، وانا ديبانيت بهذايا. شوفوا لي كيفاه راح نطيح هذاك الكعبات رقيقه ونحكم الكعبه المليحه. وهذيك كي طيح لك الكعبات الصغار شويه اللي اصغر من البركوكش تعاودي تزيد تكبريهم. درك تشوفوا معايا كيفاه نعطيك كيفاه تكبريهم البنات هكا. يعني كل خلقنا يعني وحده ما خلقت متعلمه، كل رانا نتعلموا من بعضنا، وكل انا علمته لي ماما ربي يحفظها لي. تعلمته عجلت راجلي، تعلمته في الخطوبه. هذا الصغير من بعد نزيد نكبروا. هذوم الكعبات شويه جايين شويه صغار على الكعبات الاخرين نكبرهم. وعلمتوا لي قلت لكم ماما ربي يحفظوا يعني تباركشوا ما شاء الله. شوفوا ماما كي تحب تباركش البركوكش حتى هذيك الصغير راهي ما تخليشوا تديروا كل على كعبه واحده. هذوك الصغير نقولوا لهم نحنا الريسان الروس يعني ولا الراس تاع البركوكش. من بعد تحبي تخبيه مره اخرى تكبري عليه، ولا تحبي تزيدي تكبري عليه درك وتخدميه. ها هي كعبات البركوكش تاعي كلها قلت لكم تعلمتوا وانا في الخطوبه. علمتوا لي ماما ربي يحفظها يعني قلت لكم عجلة المسيو يحب البركوكش باسكو هكا يتيم ومشتاق فيه ويعني الحق تاع ربي تعلمته عجيل، ولا قلت ما نخليشه له في قلبه. مره ندير له بركوكش هكاك الله ينحي به النفحه. شوفوا لي الكعبه قد خدها ما شاء الله. مع القري راني نخدم بيد واحده. شوفوا لي ها كعبات البركوكش تاعي هذوما. كي تلقي كعبه كبيره تاع بركوكش ولا ساعه كعبات هكا كبار شويه تنحيهم. كي تلقيهم من الفوق هكا تحرك المنفضه تاعك تلقيهم من الفوق تنحي الكعبات الكبيره الكل. قلت لكم وهذيك الصغار كلها تعاودي تكبريهم. قلت لكم شوفوا لي هذه الكميه كلها نزيد نعاود نكبرها. هاي شوفوا لي نزيد لها الماء هاي نخدم بيدي هكا حتى تكبر الكميه تاعي ذي كلها، وهكاك تبقى ديري بركوكش. صدقوني مع الوقت انا هنا نخدم فيه برك الزربه، مع الوقت تتعلمي ما عادش حتى هذوما الصغار ولا الريسان يبقوا لك تعودي تديريه كله على كعبه واحده كامل قد بعضاه من فرد مره. لا بقى لك ريسان يقول لك حاجه قليله. انا هنا كنت نخدم ونزرب خاطر كما تعرفوا بريود تاع امتحانات والذري يحبوا لهوه ويحبوا تقعد عليهم وتحب تقريهم. وكي تعرفوا قولوا لي وش حويكم مع الاختبارات. الامهات اللي قاعده تعيني وتقرا هي واحد عقب هيا حطوا في الكومنتير وش راكم دايرين فيها. راكم بادين تحضروا ولا مازال؟
هو يا ربي هذاك هاو سرتو مع الحفاظة، ويعني تبدو على الأقل بمواد الحفظ، ومن بعد تبدو باش تراجعوا لهم رياضيات ولغة عربية هكا في سوجيات، عدة سوجيات. المهم عليا غير ندعي ليهم ونقول لهم ان شاء الله ربي يوفق جميع التلاميذ وينجحهم كامل 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 ان شاء الله، والله غير ربي يعينهم ويعين الامهات، حتى هما راهم يعني قاعدين يعينوا معاهم. تسمى راهم كي شغل رانا رجعنا كامل للقرايه، يعني الامهات كلها رجعت تقرا مع وليداتها، ربي يقدر الخير وفريد. شوفوا معايا احنا الكميه تاعي راهي ما شاء الله قلت لكم. نعم شوفوا معايا كيف ما هاني قريب محسوب نكملها. انتوما غير ابقوا بركة لاحظوا ليا هكا معايا حركات اليد كيفاه راهي تدير، وقفي جربي كيما قلت لكم طرايف هكا دركا تمشي وتحليليك تحسي روحك درتي انجاز عظيم. شوفوا معايا النتيجة مع الاخر كي تشوفوها صدقوني تحسي صح انجاز عظيم، تحسي روحك درتي حاجة يعني كي تفرحي بها دارك وراجلك ووليداتك. والبنة ما نحكي لكمش راهي مشي كي حاجة السوق، مشي كي حاجة الدار، حاجة اليد وحاجة الدار راهي بنتها وفرحة ولادك دايرين بيك، وحاجة عملتها هكا بيديك راهي حاجة أخرى خلاص. حتى من الجو تاعها راهو يتبدل، أو ما تقوليش ليا نشري كيلو بركوك شكل نحي سخفة وصاي، والله ما تجيكي حاجة يدك حبوبتي. احنا هكا نسوين يعني علاش كي مراه في الدار ما ولا باش تلا ديري دورك في الدار تعملي لهم حاجه بنينه، حاجه هكا تفرحي بها وليداتك يحسوك باللي راكي قادر على كل شيء وتعرفي تخدمي كل شيء. دوك نوريكم هنا الكميه حبوباتي ان شاء الله تاع البركوكش كيفاه جا وكيفاه جت وقديه درت كميه وكي فورتو. هاي في لافان درت لكم معاه كعبة بركوكش هكايا مطبوخين ما نحكي لكمش مع الفول والبطاطا بنين 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 يسخفوا. ها هو البركوكش نتاعي نصفيه بركة ونرجع نوريه لكم. هاي كعبة قد خوتها شوفوا لي ترى. ها هاي قعدت نوري ونعاود هنا شوفوا لي الكعبه ترى قد خوتها. هاي كيما قلت لكم اصحاب الحرفه يلا نحبكم في الكومنتير كل واحد يعطي رايه وان شاء الله تكون اراء ايجابيه وتفرحني. هنا حطيته يفور صفيته كيما قلت لكم في المنفضه كملت حطيته يفور. بعد ما يفور خليته يبرد خلاص 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 حتى طاح عليه هكاك الليل وخبيته في الكونجيلاتور. شوفوا معايا الكميه اللي عملتها قريب 3 كيس يعني قريب والكسكيس يهز البنات حتى 2 كيلو يعني قريب قلت لكم 5 كيلو 6 كيلو فكي جويه. هذيك كميه ما شاء الله على هذاك اللي في الكسكيس راني فورته والاخرين مازال ما فورتهمش هم باينين كي فور. شوفوا لا كولير تاعو كي فور شوفوا كي مازال ما فورش هم باينين. درك راح نزيد نكمل نفورهم كامل نوريكم الكميه كيفاه جتني ونبدا لكم في الوصفه ان شاء الله تاع البركوكش المطبوخ كيفاه تعمليه. يعني الوصفه راهي ما داتش مني حتى ما 5 دقائق حطيته وخليته يطيب على روحه هكاك حتى يطيب ويوجد نفس تقريبا الطيب تاع المحمصه. بعد كي تلقيه هكا واجد يجيك ساهل 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 خلاهو ما بانو. نبدو في الوصفه قررت حبه بطاطا مكعبات بهذا الشكل درت لها شويه فيح درت لها سنة ثوم 2 سنات ثوم ودرت لها زيت درت لها قلت لكم وش يخر برك والملح حطيتها تتقلى. بعد ما تتقلى حبوباتي كي تتقلى هكاك شويه كيما ولفتوا بيا نحط طماطم. انا طيبي كيما تاع ناس زمان لا نكثر فحيت لا نكثر بتويل هكا غير المواد الاساسيه وتجي الماكله بنينه بنينه بنينه. عسل بصل قلت لكم ملح وحطيتها تتقلى. بعد كي تتقلى هكا شويه برك نزيد هذيك الطماطم معاها شويه ماء باش ما تتحرقش الطماطم وما تجينيش حامضه. كي تتقلى هذيك طماطم شوفوا لي هنا البركوكش تاعي راني جبته من الكونجيلاتور. شوفوا لي معاه كيفاه راهو جاي. ها
يعني ما شاء الله مفور، يعني غير تحطيه بركة بعد ما يتغلل ما تحطي البركوكش تاعك وتخليه يطيب على روحه، تخليه يعيش حياته. شوفوا لي الكعبة قد خوتها ما شاء الله، تحسي روحك راكي عملتي انجاز عظيم. ها مش يبان محمسة، ها حطيت لها شوية فول يطيب هنا على جهة واحدة باش يخرج هذيك الماء والخضورية كيما نعرفوا نطيبوا الفول. وحطيت هنا طماطم بعد ما تقلت شوية، قليت زيد طماطم ونمرق مبارك. يعني خدمة سهلة، طيب وراه سهل سهل سهل، أسهل منه ما كينش في الطياب. والبنة أبن منه ثاني ما كينش. جيت مرقت كي تمرقي بعد ما يتغلى ليك راكي تحطي. هاي ليكم بعد ما مرقت البنات كي تغلى الماء تاعي حطيت عليه البركوكش خليته كيما هكاكي يطيب عادي كيما طيبوا المحمصة. حطيت حركته وخليته يطيب كيما طيبوا المحمصة، وشوفوا لي النتيجة حبوباتي، ولا ألذ ولا أبن. أنا درت فيه شوية فول بطاطا والنتيجة نسيت نصورها لكم في الطبق، معليش. المزايا يعني صورته هكا في وهو كي غير والطاب، وفي الاخير درت له زيت شويه